لو عايز تاخد أكبر نسبة ذنوب يوم فرحك يبقى لازم تتكلم وتتفق مع هير دريسر يكون مستفز جدا، أو فوتوغرافر وفيديوغرافي، بس دول ليهم فيديوهات تانية، ده ما ينفعش الفيديو، بس أنا هتكلم دلوقتي في الهير دريسر بالذات. أول حاجة تتلاقاه داخل عليك بتلاتة أربعة اسيستنت، اللي يمسك البنس، اللي يمسك البكر، اللي يمسك سشوار، والجديد والغريب والمريب إنه تلاقاه جايب لك واحد تاني علشان خاطر يصوره هو بيشتغل للعروسة. وطبعا كلنا عارفين ان وقت تجهيز العروسة ده العروسة بتبقى لابسة فيه لبس غريب، برضه مش هنتكلم عن الموضوع ده، بس فيما معناه بتبقى واخدة راحتها بشويتين 3 4 5 6 7 8. وكل ده طبعا بيحصل والعريس قاعد في الأوضة التانية عمال يشرب القهوة والسيجار وعامل فيها الأمير هاري. المهم تعالى نرجع بقى للهير دريسر. اثناء ما هو بيشتغل في راس العروسه والدنيا دي ده كله تمام خالص، انا مش هفهم في شغله ومش هتكلم في الحاجات التكنيكال بتاعته دي، ولكن تبدا مرحله الاستفزاز بعد ما يخلص شغل مع العروسه. تلاقي الاسيستنت بقى اللي بيصور ومركز على كل حته في العروسه ما عدا اصلا شعرها اللي هو جاي يصوره. ومثلا تلاقي مثلا اول ما ربنا يكرمه ان شاء الله ويعمل فوكس على وش العروسه او راس العروسه عشان خاطر يبين الفورمه، تلاقي بقى الهير دريسر بدا يعمل حركات ثعبانيه تحسه راجل هندي بيحضر تعبان بصوابعه ديت. بص بقى مثلا تلاقي ماسك مثلا بصباعه الخنصر ده اللي هو ماسك خصله من شعر جايبها من ورا ودنها، يعملها كده، بص كده كده عشان يبين عليه ان هو قد ايه هو محترم فشخ. تمام، مش عايز يلمس راس العروسه، الراجل ليه 3 4 ساعات شغال في راسها مش عايز يلمسها دلوقتي، قالوا يمسك بصباعه ده يعمل كده، لا استني تعالى في خصله هنا ورا ودنك عايزين نشوفها، لا بص يجي بقى بصباعه اللي هو يعمل كده، تحس ان هو بيعزف قانون، تحسه بيحضر تعبان، بيعملوا حركات غريبه بصوابعهم كده، تحس ان البروفيشناليزم كلها جايه في حركات الصوابع اللي هو كده. وتلاقي مثلا ماسك راس العروسه كده من اطراف صوابعه بالظبط كده بامانه بجد، تلاقي بيحركها يمين وشمال يمين تلاقي راس العروسه قلبت زي المانيكان. ايه علشان خاطر يبان ان هو قد ايه راجل محترم مش مركز غير في شغله بس. ولو ركزت في اغلب الفيديوهات اللي بتنزل تلاقيها جايب ريتش عالي جدا، وتلاقي الكومنتات بتاعت الفيديوهات مقفوله. طبعا اكيد مش محتاج اقول لكم الكومنتات بتبقى مقفوله ليه. علشان كده نصيحتي لكل عريس وكل عروسه، لو انت هتعملي يوم فرحك شعرك وتعملي فورمه وكده كده بامانه، يعني الفورمه هتبقى حلوه للسيشن والصور، بس مسافه ما تروحي البيت تستحمي كل ده هيروح. فمش لازم تجيبي مستر حناكه يفضل يصور فيكي وينزل الفيديوهات دي، يجيب ريتش يعلي الاكونتات بتاعته، وانت وجوزك تاخدوا شتايم وسيئات لغايه سنتين قدام. علشان كده حابب اوجه رساله مهمه جدا لكل عريس وعروسه، يا ريت تنقي الناس اللي هتجيبها يوم فرحة، خصوصا اللي هيقعدوا مع العروسة. ويستحسن لو هير دريسر تبقى واحدة بنت او ست، ولو ميك اب ارتست هي كده في الغالب جدا بيبقى بنات يعني وستات. نصيحة بلاش رجالة تدخل في الموضوع. حتى لو انت مثلا هتجيب فيديوغرافي او فوتوغرافر مش لازم يدخلوا في الميكنج، فاهم يعني؟ هم ممكن يدخل ياخد له شوتين 3، اللبس يكون محترم ورايق ولايق سواء كانت العروسة او اصحاب العروسة، وبعد كده يطلع يعمل اللي هو عايزه مع العريس حتى يصوره هو عريان، مش هيحصل مشكلة والله. ولو انت بتحضر الفيديو لغايه دلوقتي فاكيد شفت فيديوهات مستفزه لهير دريسرز، فيديوغرافرز، فوتوغرافرز. لو فاكر موقف زي كده ممكن تكتبه في الكومنتات، لو مش فاكر ما تكتبش حاجه.